السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقاء المتابعين فلاحة كسابة بائعين بالجملة، بائعين بالتسقيط، وكذلك بائعين بالنصف الجملة. فهذا القناة أو هذا الموقع الإلكتروني اللي على صفحة الفيسبوك سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة أولاد تيمة. فاليوم إن شاء الله أننا درنا واحد القناة في يوتيوب اللي هي هذه. فاللي كيشاهد هذا الفيديو في اول مره انه يتعاون معنا بواحد الابوني والتعاليق. علاش كنقول التعاليق؟ حيت بعض المرات كندخل الفيديو وكنقرا شي تعليق، ومن هذاك التعليق ديالكم نتوما الا كان شي سؤال ولا شي حاجه ما عارفينهاش، يعني كندير واحد المجهود وكندير فيديو اخر اللي نقدر نشرح فيه للمتابع باش انه يفهم، حيت هادشي كامل لمن للمتابع. يعني خص المتابع يفهم اشنو كنقولوا وشنو المقصود ديالنا، حيت هادشي كامل لمن دايرينو ليك انت وليك انتي. ف هاد القناه هذه مختصه بكل ما في الخضر، يعني الفلاحه، الخضر، الفواكه، وكذلك الاعلاف، الاسواق الاسبوعيه والاسواق الجمله. وان شاء الله اذا قدرنا واذا كان في استطاعه ان شاء الله فغادي نبقاو نزوروا الاسواق اللي كاينين في المملكه المغربيه، نديروا كل اسبوع في سوق بحال اقليم تلودان الخميس، اقليم يزكان سوق الثلاثاء، ومراكش وخريبكا والدار البيضاء وسطاط وبرشيد الى اخره. فاللي كنتمناو منكم جميعا انكم تدعمونا بواحد الابوني وبواحد الجيمات. علاش كنقول لكم الابونيات؟ حيت هذا الشيء حنا هو اللي كيحفزنا، فعوض انك غادي تشوفي في الشارع تقولي السلام بخير كذا كذا وغادي نفرح انك انت المتابع ديالي. فهذا حتى في المواقع الالكترونيه انه ذاك الدعم ديالكم فهو اللي كيحفزنا بحال الابونيات والتعاليق والمتابعه ديالكم، لاننا المحتوى ما كنقدموش من فراغ، فاننا كنتعذبوا عليه وكنسولوا عليه الناس المختصين. باش ما نطولش عليكم ان شاء الله، فحنا هاد الايام ان شاء الله بغينا نهضروا على بخصوص الارتفاع ديال الخضر اللي منهم البصل وكذلك البطاطا وكذلك الطماطم. فهادو هما اللي كيتستعملوا بزاف في شهر رمضان، ومنهم الفلفله والخيار. فهاد الارتفاع فغادي نحاولوا اننا نتكلموا على هاد الارتفاع ديال هاد الاثمنه هذه والاسباب ديالها وعلاش وكيفاش من الى اخره. وبخصوص كذلك الفاكهه الموسميه، البطيخ الاحمر اللي الفلاحه المغاربه انهم مشاو لموريتانيا وكيفلحوا البطيخ الاحمر بسبب الاشكال اللي كان في المغرب في شهر واحد والسنه الماضيه في قله المياه، ولكن هذا العام من بعد شهر فبراير ان شاء الله فكانت واحد الشتي ورحمنا به الله سبحانه وتعالى، ويعني وكان واحد القرار ديال زراعه البطيخ الاحمر والاصفر. وبزاف ديال الناس كيطرحوا واحد الاسئله ديال شنو السبب اللي كيخلي الفلاحه اللي كيمشيو يفلحوا في موريتانيا يتعرضوا لبزاف ديال الاكراهات، منها الترونسبور، منها الديوانه، ومنها ضعف في الاقبال. فهذا الشيء كامل ان شاء الله فغادي نتكلموا عليه وغادي نهضروا عليه، وكل ما هو جديد في الاسواق فغادي نعطوكم كل ما هو جديد. وكذلك غادي نبقاو نزودوكم بالاثمنه، ومره غادي نبقاو نستضيفوا معنا فلاحين او رواد السوق الجمله بين زكان واولاد تيمه. ف اولا واخرا كنتمنى انكم تدعمونا بواحد الابوني وتخلوا هذه القناه تبقى تكبر بشويه فحتى نوصلوا ان شاء الله لواحد 10K و20K، ونكونوا ان شاء الله اننا استفدنا وانتم استفدتوا. وباش بلا ما نطول عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.